دي وازاي نتكلم على ايجابياتها وسلبياتها وازاي نقدر ان احنا نتجنب السلبيات دي وازاي نستفيد كمان من الايجابيات. نوران، اهلا بيكي. اهلا. عايزه اعرف البدايه، يعني عرفينا كده بنفسك والبدايه بدات امتى؟ انا نوران عمرو، صانعه محتوى. بتكلم اكتر حاجه على فكره الطاقه الايجابيه، وازاي ان اصلا الطاقه الايجابيه ممكن تفرق في حياتنا وتفرق اصلا في يومنا بشكل عام، ازاي نزود الانتاجيه بتاعه اليوم بتاعنا. انا اصلا الموضوع جه معايا ازاي، انا اصلا خريجه كليه اللغه والاعلام، فانا درست اعلام، فالحته دي بالنسبه لي نمت فيا او خلت فيا كده حاجات معينه، شغف وحب بالظبط، خلتني ان انا عايزه ابدا، انا عايزه اشوف الحته دي. وانا اصلا بتابع ناس كتير قوي خصوصا من بره، ناس بقى اللي بيدوني الطاقه الايجابيه وبيخلوا انا بحس بفرق يعني في الحته دي. طب اسالك سؤال مهم، ليه اخترتي يعني مجال الطاقه الايجابيه او المجال الاجتماعي اكتر انت تتكلمي فيه؟ عشان انا حسيت ان في الحته دي في مصر وبالذات البلدان العربيه الناس مش مسلطه الضوء على الحته دي. الاجانب اكتر بيبتدوا ان هم يتكلموا عن ده، بيبتدوا ان هم يكتبوا اصلا كتب، والكتب دي اصلا بتتباع يعني بمبالغ رهيبه. الناس بتحب تسمع حاجه ممكن تفرق معاه، تحس ان يومها اصلا احسن. فقلت انا ما بتفرج على حاجه او بشوف بوست ده بيفرق معايا، طب ليه ما يكونش سبب لو 1% ان ممكن شخص يشوف بوست او يشوف فيديو ليا فيحس فعلا ان ده ممكن يكون فرق معاه. حلو جدا.